ازيكم يا اجمل متابعين. النهارده هنعمل مع بعض الممبار بطريقه سهله جدا وبسيطه. وهقول لكم على كل التفاصيل بتاعه التنظيف بتاعه وازاي تعمليه ويكون زي الجاهز بالظبط وافضل بكتير. النهارده انا هعمل كيلو من الممبار. المقادير بتاعته هتكون حوالي 4 بصلات متوسطين. هنبتدي ان احنا نضربهم في الكبة زي ما انتوا شايفين. التوابل اللي انا بستعملها التوابل الشرقية العادية جدا، ملح وفلفل اسود وكزبرة جافة. وتقدري كمان تزوديه سنة من القرفة ومعلقة صغيرة من السبع بهارات. هنبتدي ان احنا نضرب البصل بتاعنا مع التوابل لحد لما البصل بتاعنا بيكون خلاص اختلط حلو جدا بالتوابل وبقى مفروم فرم ناعم. هنبتدي بعد كده نفرم الطماطم بتاعتنا، وهستعمل هنا كيلو من الطماطم. وطبعا يفضل في الممبار ان الطماطم تكون معمولة بيوريه او مبشورة بالمبشرة او تضربيها في الكبة. يعني عايزينها فرم خشن، مش هنعصرها ونعملها عصير زي ما بنعمل لخلطة المحشي. بالنسبة للممبار النهاردة انا هعمل الخلطة اللي هي بتبقى معمولة على البارد ني في ني. مش بسبك للممبار بتاعي. في ناس بتحب تسبك له زي خلطة المحشي، يعني دي حاجة ترجع لك، بس انا عايزة اقولك ان الوصفة الاصلية بتاعت الممبار ان هو يبقى معمول بالطريقة دي. كيلو الممبار هياخد معايا كيلو الا ربع من الرز المصري. هنغسله كويس جدا وهنصفيه من المية قبل لما نستعمله. ما بنستعملوش طبعا رز بسمتي. زي ما انتم شايفين بفرم الطماطم فرم خشن، وبعد كده هبتدي اضيفها لخلطة البصل مع التوابل وهنضيفهم للرز. وكمان هنستعمل معانا خضرة شبت وبقدونس وكزبرة. هناخد الاوراق بتاعتهم بس، وهنبتدي نضيفها للرز والطماطم والبصل، يعني باقي المكونات. هنخلط كل المكونات دي بايدينا مع بعض خلط كويس جدا لحد لما كل المكونات تتجانس مع بعض ويبتدوا يتشربوا من بعض. هبتدي بعد كده احشي الممبار بتاعي. بالنسبه للممبار بيبقى فيه ان انت حالتين، ان انت هتجيبيه من الجزار اللي انت بتتعاملي معاه وبتشتري منه اللحمه، يعني لازم يكون جزار موثوق منه عشان تبقي مطمنه انه مش بيجيب الممبار الصيني او الممبار اللي هو بيبقى مستورد. بيبقى وحش جدا، وبعد ما بيتسلق بيمط معاكي وبيبقى عامل زي الاستك، ما بيبقاش ابدا زي الممبار البلدي بتاعنا. وما تجيبيش برضو الممبار من اي مصدر يكون متنضف حتى لو هو مصري. في خطوة هقولك عليها قبل ما انسى. بعد ما بنخلط كل المكونات مع بعض بنضيف لهم حوالي ربع كوباية من الزيت. هنبتدي بعد كده ناخد جزء من الخلطة بتاعة الممبار على طبق، ونبتدي ان احنا نقطعه لقطع بالطول اللي احنا عايزينه. يفضل طبعا انت تخليه يعني تقطعيه لقطع متساوية علشان يكون الشكل بتاعه حلو في التقديم بتاعه. نرجع تاني لموضوع الممبار. ما تشتريهوش من اي حد حتى لو كان بلدي وهو متنضف. لازم يا اما يكون ينضفه قدامك او ان انت تاخديه في البيت تنضفيه. لان معظم الناس اللي هي بتنظف او اللي هم بيبقوا متخصصين لبيع الحاجات دي بيستعملوا مواد كيميائيه كيماويه في غسيل الممبار، يعني بيضيفوا حاجات ما ينفع، مش صحيه، او ما ينفعش ان هم يحطوها في اي حاجه بتتاكل. يعني ممكن يستعملوا، يعني انا سمعت الله اعلم، كلور او بوتاس او حاجات غريبه كده. فطبعا احنا علشان صحتنا وصحه ولادنا ما ينفعش ان احنا نجيب حاجة زي كده غير من مكان موثوق فيه. يا اما ينضفه قدامك يا اما هتجيبيه البيت وهتنضفيه. وهقولك على طريقة التنظيف بتاعته. قبل ما نروح لتنظيف الممبار، زي ما انت شايفة انا قلعت الجوانتي علشان يعني كان صعب ان انا احشي، كان بيتزحلق مني. فانت هتحشي الممبار بالخلطة بتاعتك، ولازم ما تحطيش فيه اي رز زيادة. بعد ما بتحشيه بتبتدي ان انت تفرديه بايدك وتخرجي منه اي كمية زيادة من الخلطة اللي بتكون موجودة فيه، لان طبعا لما بنيجي نسلقه الرز حجمه بيتزايد، ممكن ان هو يتقطع منك على النار.
زي ما انت شايفة انا بعد ما بحشيه بخرج، بضغط عليه وامشي ايدي عليه كده، اي رز زيادة بيطلع منه. بالنسبة لغسيل الممبار، أول ما بتجيبيه بتقلبيه تحت الحنفية وبتخليه على الناحية اللي احنا بنكحتها بالسكينة تكون من بره، وهتنقعيه في بولة فيها مية وملح وخل وعصير ليمون، وهتسيبيه لمدة ساعة. بعد كده هتجيبيه على صينية وتبتدي تكحتيه بظهر السكينة، هتلاقيه بينضف معاكي بمنتهى السهولة وهيبقى زي الفل. وبعد كده بتشطفيه بمية وملح وليمون مرتين تلاتة لحد لما يبقى ريحته حلوة معاكي، ويبتدي ان هو تاكليه وانت مطمنة ان هو خلاص اتعقم واتنضف وهيبقى معاكي زي الفل. بعد ما حشينا الممبار بتاعنا هناخده على النار علشان نسلقه. زي ما انتم شايفين انا مش بربطه بخيط، مجرد انت بس بتبقي ماسكاه من الاطراف وبتنزلي بيه في المية بتاعتك وهو بيقفل لوحده على طول. ولازم المية بتاعت سلق الممبار تاخد البوكيه جارنيه بتاعها، كأنك بالظبط هتسلقي طيور او لحوم، علشان بتدي تطعيمة حلوة للممبار بتاعك. بالإضافة ان انت لو كمان حطيتيه في ميه من غير توابل ولا بصل، وقلتي مثلا احنا كده كده هنرمي الميه دي، بس لو ما تحطش فيها توابل وبصل عملتيه معامله سلق الطيور او اللحوم، بيبتدي يفقد الطعم بتاعه والتوابل اللي احنا ضايفينها له. فلازم الميه بتاعتنا تكون واخده البوكيه جارنيه بتاعها واخده كميه التوابل الكافيه. طبعا هو هنا زي ما انتم شايفين كان اتسلق، بياخد يعني من 25 دقيقة ل 35 دقيقة، وده حسب نوع الممبار بتاعك. هنبتدي ان احنا نختبره بحرف السكينة او بشوكة. لما تلاقيها بتدخل بسهولة تعرفي كده ان الممبار بتاعك خلاص تمام واستوى. بعد ما بيتسلق بتطلعيه دغري من المية، ما بتسيبيهوش خالص علشان لو سبتيه في المية هيبتدي ان هو يتفتح منك حتى لو طفيتي عليه النار. فبنبتدي ان احنا نطلعه من المية زي ما انتم شايفين، وبنتخلص من مية السلق بتاعته، مش هنستعملها في حاجة. بتسيبيه طبعا على جنب لحد لما بيبرد تماما، وبتبتدي بقى تحمريه في الزيت. بنجيب طاسة على النار وبننزل فيها بزيت عادي، ومش لازم يكون زيت غزير. واول ما بيسخن معانا يعني كويس جدا، بنبتدي ننزل بقطع الممبار بتاعنا واحدة واحدة، وبياخد دقيقة بالظبط على كل ناحية علشان يتحمر. هتخليه لونه ذهبي فاتح، ما تغمقيهوش علشان ما يبتديش ان هو ينشف معاكي ويبقى مش احسن حاجة. لو انت طبعا عاملة دايت او ما بتحبيش تاكلي الحاجة مقلية، تقدري ان انت تديله رشة من الزيت وتدخليه الاير فراير، او بتدهنيه بالفرشة بالزيت وبتحطيه تحت الشواية لمدة دقيقتين بس، وبتبتدي تقلبيه على الجنب التاني عشان ياخد اللون من الجنبين. بس طبعا هو افضل طعم واحسن طريقة ان احنا نقليه في الزيت، لان هي دي الطريقة الاصلية بتاعته. بعد لما بنحمره وبياخد اللون الذهبي الفاتح، وبنطلعه على مناديل المطبخ، بنبتدي نديله رشة خفيفة جدا من الفلفل الاسود ورشة بسيطة من الملح، وده للتطعيمة مش اكتر. بالنسبة بقى لو انت بتشتغلي او حابة ان انت بتستعمليه كتير عامة يعني على مدار الشهر، بتقدري ان انت تجيبي الكمية بتاعتك كيلو 2 كيلو 3 كيلو زي ما بتستعملي طول الشهر، وتقدري ان انت تسلقيه وتستني لحد لما يبرد تماما، وبتبتدي ان انت تحطيه في اطباق التفريز او في علب التفريز، زي ما بتشيلي الحاجات بتاعتك اللي انت بتفرزيها، وبتشيلي كميات على قد ما انت بتطلعي في المرة الواحدة، بحيث ان انت ما تطلعوش يفك وتجمديه تاني. ولو انت بتشتغلي هتطلعيه على رف التلاجة قبل ما تروحي الشغل، وبترجعي على طول من الشغل تحمريه في الزيت، وبتكوني كده اختصرتي كل الخطوات اللي احنا عملناها. وده كان طريقة الممبار بتاعي، وانا يعني نفسي ان انتوا تجربوه بطريقة ان هو يتعمل على البارد ني في ني. الطريقة دي حلوة جدا وجميلة، وطبعا مش هقولك احلى من اللي في المحلات، لان المفروض اساسا الحاجات دي ما ناكلهاش ابدا من المحلات، لان ما فيش حد هيغسله بالنظافة اللي انت هتعمليها بيها في البيت، ولا هيعقمه بالتعقيم اللي احنا بنعقمه. فيفضل طبعا انت تقدمي لأسرتك حاجة معمولة بإيدك بنظافتك في البيت علشان صحة أسرتك وأولادك.
يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم واكون قدرت افيدكم بمعلومة ولو بسيطة، وبألف هنا. مع السلامة.